انت عارف ان انت ليك فلوس عند البنك؟ بجد يا جماعه الحوار ده حقيقي جدا. النهارده انا جاي اكلمكم في موضوع يمكن ناس كتير ما تعرفش عنه اي حاجه ولا اي تفاصيل، والبنوك في العاده ما بتتكلمش عليه خالص. وهعلمك ازاي تسترد فلوس من البنك على كل العمليات اللي انت بتعملها في البنك بتاعك. تابعوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا شير علشان الناس كلها تقدر تستفاد من الفيديو ده. لو انت في اي بنك، سواء البنك الاهلي، بنك مصر، بنك CIB، اي بنك في مصر، اعتقد برضو البنوك الدوليه كمان فيها نفس القصه كده، هتكتب على جوجل برنامج النقاط لبنك وتكتب البنك التابع ليه. يعني انا مثلا هعمل الحوار ده قدامكم دلوقتي. انا هنا دخلت على جوجل، كتبت برنامج النقاط لبنك CIB وطلع لي البرنامج على طول. بدخل اسجل فيه بالبيانات بتاعتي، رقم الحساب، رقم الكارت، تاريخ الميلاد، ورقم التليفون. وهتلاقي بعد كده اختيارات عندك. فكره البونص ان انت كل ما بتعمل عمليه ان انت بتشتري حاجه اونلاين محليا او دوليا، ان انت في فلوس بترجع لك كبونص او ككاش باك. والبونص دي ممكن تستخدمها في اكتر من حاجه. يعني مثلا في البرنامج على CIB انت ممكن تستخدم الفلوس دي كقسيمه شراء لما تيجي تشتري من محلات معينه او براندات هم متعاقدين معاهم، او ان انت تستخدمها كاسترداد نقدي، ان انت ترجع الفلوس دي حسابك البنكي او بطاقه الائتمان بتاعتك، او ان انت تستخدمها في حاجات تخص السفر لما تيجي تشتري تذاكر طيران، او ان انت تستخدمها كمساهمات خيريه زي التبرعات. وهنا قيمه كل كاش باك بيظهر لك في الابلكيشن. يعني مثلا لو انت معاك 12500 نقطة، دول تقدر تستردهم كاش باك ب 50 جنيه. انا لما دخلت على الابلكيشن وبصيت لقيت ان انا عندي 57000 نقطة وقدرت استردهم بقيمة 200 جنيه كاش باك. مهم جدا وانت بتسجل بياناتك تأكد ان رقم الحساب اللي انت هترجع عليه الفلوس كاش باك بتاعتك يكون صحيح ومظبوط، سواء رقم الديبت كارد او البطاقة الائتمانية. وطبعا الفلوس دي بترجع لك من يومين ل3 ايام عمل. ارجو تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش تعملوا شير ولايك، وتعرفونا بقى في الكومنتس طلع عندكم كام نقطة. سلام عليكم.